العلبه دي بتحتوي على فيتامينات قويه جدا للشعر. يعني احنا لو حضرتك دخلت دلوقتي على جوجل وبحثتي الفيتامينات اللي موجوده في الحلبه اكيد هتلاقي روشته عنها. تعالوا كده معانا، هتاخدي منها يا ست الكل ايه؟ معلقتين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده يا جماعه عشان نخش في الموضوع كتير، عشان ناس كتير طلبت مني ان انا ما اقدمش واخش في الوصفه على طول، انا جاي لكم في حاجات مباشره يا جدعان. كتير بيكلمني عن تساقط الشعر، اغلبيه البنات او اغلبيه النساء كلهم بيعانوا من تساقط الشعر. اول حاجه في تساقط الشعر ده يا جماعه لازم نعرف العوامل او اسباب تساقط الشعر. اسباب تساقط الشعر بتتفرع لكذا اتجاه. اول اتجاه فيهم اللي هو، اللهم صل على حضرة الكريم، صل على النبي الأول عليه الصلاة والسلام، اللي هو يا جماعة الحالة النفسية. طبعا أغلبتنا بنتخانق مع أزواجنا والعيال وقرف الحاجات دي كلها، فبالتالي في مشاكل وفي نكد والحاجات ديت. فأنت حاولي تشيلي نفسك من النكد ده، خليكي فريش، ما تخليكيش كرياسي زي ما بيقولوا. المهم ان انت ما تحطيش على نفسك على قد ما تقدري. ده اول حاجه. تاني حاجه، ممكن يكون عندك نقص الحديد، نقص انيميا، او الانيميا زياده، عندك نقص حديد في الجسم. الحاجات دي كلها لازم تروحي لدكتور تحاليل عشان تقدري تعرفي تشخصي حالتك. طيب احنا في غنى عن كل ده، في وصفات كتير موجوده عند العطار، حاجات بسيطه جدا يا جماعه، تتراوح سعرها حوالي كله ممكن يكلفك 20 جنيه، مش غارقه يعني، حاجه بسيطه تقدري تعملي منها وصفه قويه لتساقط الشعر. وبالتالي انا هشرح معاكم دلوقتي خطوه خطوه مع بعض. بصوا كده يا جماعه، اول حاجه في الوصفه بتاعتنا او الخلطه بتاعتنا او الحاجه القويه جدا بتاعتنا يا جماعه، واتكلمت عليها كتير في كذا فيديو ليا، الحبه السوداء. الحبه السوداء دي يا جماعه كنز، كنز اقسم بالله في الاعشاب الطبيعيه اللي موجوده، كنز لازم نستغله في حاجات كتير، مش شرط الشعر، في البشره. هعمل لكم عليه برضو ان شاء الله فيديوهات قويه جدا للبشره، بس احنا خلينا دلوقتي في الوصفه بتاعتنا. الوصفه بتاعتنا بتتكون يا جماعه، اول حاجه ستيب كلها، هتجيبي هتاخدي معلقتين من الحبه البركه او الحبه السوداء على حسب الدوله او على حسب المكان اللي انت فيه. اغلبيتها الرسول عليه الصلاه والسلام اتكلم عليها، الحبه السوداء شفاء من كل داء ما عدا السام. فاحنا نركز على النقطه دي، ان الرسول عليه الصلاه والسلام ما كانش بينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. فيعني الكلام اللي طالع من لسان الرسول عليه الصلاه والسلام هو اكيد مش طالع من نفسه، هو جاي من فوق. هتاخدي المعلقه الثانيه. طيب تاني مكون يا جماعه وهو الاساسي معانا، واحنا لازم نركز برضو على الحاجات اللي انا بقولها لكم ديت. مكون معانا يا جماعه وهو الحلبه. كتير بيعانوا من الحلبه ديت، ان هي فيها حاجات كويسه كتير، بس للاسف نقطه الضعف اللي موجوده فيها الريحه. ان شاء الله اصلا احنا في الوصفه ديت او في اللي جاي دلوقتي قدام حضراتكم هنقدر ازاي نتغاضى من الريحه دي. بصوا يا جماعه، الحلبه دي بتحتوي على فيتامينات قويه جدا للشعر. يعني احنا لو حضرتك دخلت دلوقتي على جوجل وبحثتي الفيتامينات اللي موجوده في الحلبه اكيد هتلاقي روشته عنها. تعالوا كده معانا، هتاخدي منها يا ست الكل ايه؟ معلقتين. المكون الثالث والحاجة القوية اللي انا بتكلم عليها في جميع حالاتي وبقول تتعمل، بس تتعمل عن طريق جلسات يا جماعة، ما تتعملش مباشر. زيت الزيتون يا جماعة من اقوى الزيوت اللي موجودة في السوق، بس انا انصحك، انا جايب ده من عند البقال، انا انصحك تجيبيه من عند العطار. يعني حاجة كويسة جدا، حاجة تكون انت بتثقي في عطار معين وعارفة ان الزيت اللي موجود زيت اصلي ونضيف. مبدئيا يا جماعه الزيوت بتتعمل بجلسات اسبوعيه، ما ينفعش في يوم وليله ان انا احط كل يوم الزيت على شعري، والله العظيم هتزعليه وهتدمريه، هيعمل هيشان، هيعمل تقصف في الاطراف، هتلاقي الشعر معاكي لونه اتغير. انا اتكلمت على الحاجات دي كلها. الزيوت يا جماعه ما بتتعملش الا جلسات اسبوعيه، انا اقدر استفاد منها في وصفه زي دي، انما ما ينفعش اللي انا احطه يومي. طيب بعد كده الكل هتعملي ايه؟ بعد كده ست الكل هتبداي تاخدي، بصوا يا جماعه، الوصفه ديت كتري في الزيوت، ولو هتسيبيها فتره كبيره الافضل ان انت تكتري في الحاجات دي. انا هعمل لكم بس عينات كده عشان نقدر ان احنا نوصل لبعض. حاولي ان انت تكتري في الحاجات دي. بصوا يا جماعه، يعني بالويم كده هتغطيها. تمام. انا للاسف مفيش حد عندي تساقط الشعر عنده في النساء كتير، فعشان انا مش بتعامل مع النساء كتير، انا اغلبيه معاملتي انا بتبقى مع الرجاله. فانا لو في حد كنت عملت له الوصفات دي واديتها له. بس انا هوديكي معلومه بس، ان الوصفه ديت لازم تتعمل بالطريقه ديت، وكترت زيوت
تكتري الزيوت، يعني انا برضو عشان اهو اغطي الزيوت. تمام. كتري الزيوت، ولو انا بقول لك اهو، ولو عندك زيوت تانية، يعني عندك جوز الهند، الخروع، الروزماري، كمية الزيوت ناخد منها الخصائص اللي احنا عايزينها. احنا بنتكلم دلوقتي في خصائص التساقط. عايزة بقى تنعيم، عايزة بقى ترطيب في زيوت، انت كده هتبحثي على النت وتعرفي الخصائص اللي موجودة في كل زيت، هتجيبيها وتضيفيها، دي تضيفي خير وبركة. طيب عشان بقى نقدر نتغلب على الريحة المشمئزة اللي مش لطيفة ديت، عارفة زيت النعناع يا قمر انت؟ اه والله انت زيت النعناع ده بعيد عن ان هو ريحته نفاذه وجميله وتقدر تغطي على اي حاجه، ان هو الخصائص بتاعته قويه كتير، وانا اتكلمت عليها في فيديوهات كتيره. انصحكم على قدر الامكان ان زيت النعناع ده يكون موجود اساسي عندك، هو وزيت الزيتون في الوصفات اساسيه موجوده، ان كانت للبشره او ان كانت لايه، للشعر. زيت النعناع ده هتجيبيه، هتعملي ايه بقى؟ لو عندك القطاره بتاعت العين، كده كده انت هتجيبي الزيت ده، فخليه عندك في البيت. لو عندك القطره بتاعت العين هتمليها منها وهتاخدي بيها نظام قطرات يعني مش اللي انا هعمله ده كده. بصي او قطره كده كتير بالنسبه لي انا، يعني انا عايز حاجه ايه، قطره اللي انت تقدري تغطي على الريحه بتاعه الايه، ريحه الحلبه. ركز على النقطه دي. بعد كده ست الكل هتعملي ايه؟ هتحطيها على النار تخليها تغلي، بس الطريقه بتاعتها الاساسيه اللي احنا نخليها نغلي لازم نغطي، عشان الزيوت البخاريه اللي هتطلع هي الاساس وهي المطلوب في الخلطه، وهوريكم مع بعض. خليك اهم. بعد كده ست الكل هتحطيه على النار، هتخليه درجه غليان، هنقول ايه، خليه يغلي، خليه يتفاعل ويتجانس مع بعض. بس اهم من ده كله انا قلت يا جماعه لازم نغطي ده، عشان الزيوت البخاريه، الزيوت اللي بتطلع ديت هي الافاده منها. البخار اللي بيطلع ده مش مجرد بخار بس، لا ده هي زيوت قويه، فاحنا هنسيبها كده. نصيحه يعني، لو انت حضرتك في البيت عندك مطحنه، اطحنيهم مع بعض، يعني خليهم يندمجوا مع بعض في الطحن، وسيبيه بقى معاه يغلي وياخد فترته في الغلي، وهنرجع لكم تاني. بصوا يا ست الكل وهي بتغلي، حاولوا يا جماعه ان انتوا تخلي عينكم عليه في التقلبه باستمراريه، قلبي وما تخافيش. واللهم صل على حضرة الكريم، زي ما انا قلت لك لو في زيوت كتيره حطي، ما تخافيش، الافاده منها قويه، هي مش ضرر. بعد كده ست الكل هتعملي ايه؟ بعد ما يغلي ويبدا يدفى ويبقى كويس الموضوع، وناس كتير بتقول ان الزيت لو الخصائص لو اتغلى او سخن الخصائص بتاعه بتروح، انا باكد على كل الكلام ده مفيش مشكله، بس يا جماعه الاساسي معايا واللي انا بتكلم عليه اللي انا عايز الافاده من المكونات اللي انا حاططها. ولو عندك انت مكونات اعلى وفاهمه اللي هي خصائص ممكن تحطيها مع الوصفه حطي، انا بتكلم دلوقتي على تساقط الشعر والمحور الاساسي اللي انا بتكلم عليه. بعد ما بتسيبيه بقى ست الكل يبرد، بتعملي ايه؟ بتجيبي برطمان او اي حاجه عندك، ولو افضل يكون ازاز، بس طبعا انا بقول ان الكميه تكون اكبر من كده علشان انا عامل بس تجربه ليكم عشان اعلمكم مش اكتر، او اوضح لكم الخصائص. بص ست الكل هتبداي تحطيها بنفس الطريقه، وبعد كده يا قمر هتعملي ايه؟ هتسيبيه لمدة اسبوع كامل. يعني طبعا انت هتملي البطرمان كله بجميع الزيوت اللي فيها. بعد كده بقى يا ست الكل هتعملي ايه؟ هتغلفيه باي قماشه او اي حاجه تحفظي درجه الحراره اللي موجوده في الاوضه او في المكان بتاعها، وبعد الاسبوع هتبداي تدهنيه على الشعر. وكده يبقى احنا وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. يا رب ان الوصفه تكون نالت اعجابكم، ويا رب الفيديو ينال اعجابكم. ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك والشير والحاجات الجميله دي. السلام عليكم.